السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم، قناة أم البنات. أعزائي المتتبعين، أسعد الله أوقاتكم. اليوم سنحاول إعطاء إجابات لأسئلة طالما تحيرنا. هي إجابات عزيزي المتتبع ليست عن فراغ، إجابات مستوحاة من كتاب معروف، كتاب حظي بنسبة قراءة عالية. إنه كتاب قوة عقلك الباطن للكاتب الدكتور جوزيف ميرفي. هذا الكتاب المتميز الذي ساعد كثير من القراء على تحقيق ما كان يبدو مستحيلا، كاسترداد الصحة، الحصول على الترقية، اكتساب الثقة، التغلب على الخوف والوسواس. إذن أعزائي المتتبعين، أتمنى أن تتابعوا الفيديو، فسيكون الجواب الحقيقي لعدة أسئلة تراودنا. علاش في هذه الحياة واحد غني وواحد فقير؟ وعلاش واحد سعيد وواحد راه حزين؟ وعلاش واحد كنلقاوه خايف وواحد طايق في نفسه؟ وعلاش واحد واصل وناجح في حياته وواحد فاشل في حياته؟ إذن أعزائي، كتير ما يتقار كتير هاد الأسئلة اللي كنبقاو نطرحو بشكل دائم وما كنلقاو ليهاش أجوبة. اليوم غادي يجاوبنا عليها هاد الكتاب اللي هو قوة عقلك الباطن. إذن سمع اش كيقولنا هاد الكتاب. كل واحد فينا عطاه الله وكرمو بالعقل البشري، ولكن باش تمتلك القوة ديالو خصك تعرف كيفاش تخدم. العقل راه فيه جوج ديال المستويات، كاين المستوى الواعي والمستوى اللاواعي. ماشي جوج عقولة، جوج ديال المستويات، الواعي واللا واعي. إذن المستوى الواعي راه هو العقل المفكر. مثلا عقلك الواعي هو اللي كيختار، هو اللي كيتخذ القرارات. مثلا بغيتي تاخذ واحد الدار، راه المستوى الواعي هو اللي خدام. بغيتي تشوف خدمة أو تختار خدمة، شكون كيقرر؟ راه العقل الواعي، يعني هو المسؤول على اتخاذ جميع القرارات اللي كناخدو. أما اللاواعي راه هو ما كيختارش، ما كيقررش، كينفذ فقط، فهو ما كيميش ما بين المزيان ولا الخايب. إذا انت اللي خاصك تحاول أنك تشحنو بمسائل إيجابية ماشي سلبية، فأكيد هو اللي غادي يحققها لك، لأنه هو كيستجب فقط. فمثلا إلا شحنتي راسك قبل من النعاس وانت عيان، بين الصباح غادي تنوض بصحة مزيانة وتكون هذه آخر فكرة عندك قبل من النعاس، فكون أكيد أن عقلك غادي يستجب. فراه انت هو اللي كتقيديه بدوك التعليمات اللي كتعطيه، فما تبقاش تستخدم دوك العبارات السلبية. مثلا ما نقدرش نشري هادي، ما نقدرش ندير هادي، فراه عقلك الباطن كياخذ منك هاد التعليمات ديال انت ما عندكش الفلوس، انت ما عندكش القدرة. اذا شحنو بأنا نقدر نشري، انا نقدر ندير. فراه بزاف د الناس وصلوا غير بهاد العبارات الإيجابية، لأن العقل الباطن كيقبل أي حاجة قلتيها ليه، مزيانة أو لا خايبة. وفي هذا الكتاب الكاتب كيعطينا قصص ديال الناس اللي حققوا أحلامهم بهذه الطريقة، يعني طريقة ديال الشحن، ديال تشحن العقل الباطن بداكشي اللي كتمنى. كيقول بأنه فاش كان كيدير محاضرات في شي بلاد، كانت واحد السيدة شابة كتجي كتحضر هاد المحاضرات وبانتظام. كانت كتشد 3 ديال الطوبيسات كدوز في الطريق ساعة ونص باش تجي تحضر. في شي محاضرة هضر الدكتور على التجربة ديال واحد الشاب اللي حصل على واحد السيارة
كان كيتمناها واخا ما كانش عنده. فاش هاد السيدة سمعات هاد القصة قررت حتى هي تخدم هاد الطريقة، وبالفعل بدات كتشحن العقل ديالها بشكل يومي بالسيارة اللي هي بغات، لدرجة أنها مشات لواحد المحل ديال السيارات ودخلات وشافت سيارة اللي هي اختارت مسبقا في دماغها وركبت فيها وجربات الركبة فيها وجربات السياقة ديالها وتخيلات راسها بأنها كتملكها، بأن ديك السيارة راه ديالها، وبدات كتأكد هاد الفكرة بشكل دائم في عقلها. إذن كاش كتقول العقل الباطن؟ كتقول له أنا ديك السيارة راه ديالي، في الملك ديالي، يعني راه أكيد غادي توصل ليها. احتفظت بديك الصورة الذهنية فاش كانت دخلت لديك السيارة وصاقتها وبدات كتخيل بشكل دائم الجلسة فيها، السوقة تقريبا بالتفاصيل لمدة ديال أسبوعين وهي كتخيل. اش كتقول؟ كتقول بأنها كتفاجئ بالوفاة ديال عمها واللي كان لاباس عليه، وهاد عمها ما كان عنده حد، وصدقات السيدة هي اللي ورثات جميع الممتلكات، ومن بين هاد الممتلكات هي هاد السيارة اللي كانت كتحلم بها، هاد السيارة اللي كانت في الملك ديال عمها. إذا شوفوا الأقدار وشوفوا كيفاش السيدة عرفت تخدم العقل الباطن. إذا العقل الباطن هو المسؤول على تنفيذ مجموعة ديال التوكيدات حنا كندوزو عليه، مجموعة ديال الأمور حنا كندوزو عليه سواء كانت إيجابية ولا سلبية. إذا لا داعي باش نشحنو بما هو سلبي، لا داعي باش بقى تقول أنا ما غاديش نقدر ندير هادي ولا أنا ما غاديش نوصل لهادي. مثلا بغيتي ترقى في الخدمة ديالك، انت واحد مكره هادي تخيل بأن الرئيس ديالك أو لا شي شخص مقرب كيهنئك بديك الترقية كأنك حصلتي عليها. إذن خاصك ترد الصورة حية وواقعية لدرجة أنك خاصك تداوم عليها كل نهار. اليوم كنتخيل راسي بأن واحد الشخص كيهنئني وكيقول لي مبروك الترقية، وأكيد غادي توصل. إذن أعزائي الكرام، نأتي على نهاية الفيديو. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة، وأتمنى أن تقوموا بشحن العقل الباطن بالأفكار الإيجابية لا للأفكار السلبية. أستودعكم الله.